السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، ومن اكتر الاسئلة اللي بتتكرر كتير معانا موضوع النقاب، وهنقلعه امتى وهنلبسه امتى. طب وانا برضو ببقى محرجة لما بيبقى في رجالة في عند الكعبة، واثناء تأدية مناسك العمرة بتبقى الرجالة كتير، وانا برضو يعني عايزة اقلع النقاب، وفي نفس الوقت عايزة اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وعايزة اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايزة اقلع النقاب. فالامر المحير ده ان شاء الله هرد عليكم في الفيديو. وبرضو في اختي بعتت لي بتقول لي ينفع تروح تعمل عمرة لكل عيلتها في مرة واحدة علشان ما تقصش شعرها كل شوية، علشان ما تضطرش ان هي كل ما تحل عمرة هتقص اطراف الشعر. فهي بتقول لي انا كده على بال ما اخلص لحبايبي، يعني ان هي تعمل لهم اكتر من عمره، هترجع مش هيكون في شعرها يعني شعر، هتكون شعرها صغير خالص من كتر القص. فهي يعني بتقترح، حتى بتقترح على الاخوات في التعليقات او في الكلام، بتقول لهم لا احنا ممكن نعمل عمره لوالدك مثلا، لوالدتك، لاخوكي، لاي حد من حبايبك، وتروحي ايه قصه اطراف شعرك مره واحده وفي عمره واحده، علشان برضو المجهود وكده. فهل ده كلامها صح ولا مش صح؟ ان شاء الله تابع الفيديو اللي معايا للنهايه، وهتلاقي فيه كل الاجابات اللي حضرتك بتفكري تساليها، واللي شاغله بالك ومش لاقيه لها اجابه. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه بس افكرك باللايك علشان الكل يستفاد، والفيديو ينتشر لاكبر عدد من الناس، والدل على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا كده، لبس النقاب، هينفع اصلا البس النقاب وانا بعمل العمره؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا تنتقب المحرمه. يبقى احنا هنمشي تبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب برضو النساء، وكانت في حديث صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ان هي كانوا لما بيلاقوا ناس او بيلاقوا الرجال بينزلوا كده زي طرحه، ايوه هو ده اللي ممكن تعمليه، والبعض العلماء اجازوه. اللي هو ايه؟ النقاب بتاعنا اللي بيتربط من الراس ده، لا ده بتفكيه خالص، ده بتفكيه خالص من اول ما تروحي، يعني من اول السفر، من يعني طول فترة العمرة ال10 ايام او ال15 يوم اللي انا هقعدهم هناك هبقى خلع فيهم النقاب خالص. عايزة اقولك لا، ان انت طول فترة العمرة مش هتقلعي النقاب خالص، هتتنيكي لابساه. هتقلعيه امتى؟ من وانت في الميقات، نويتي للعمرة ومشيتي عملتي طواف حول الكعبة وسعيتي وخلصتي مناسك العمرة، لو هتقص اطراف شعرك عند نهاية جبل المروة، فهترجعي تلبسي النقاب بتاعك تاني اللي هو عادي، اللي بيتربط من عند الراس. طب دلوقتي يا مراوضة، انا عايزة بقى ايه؟ نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي لا تنتقب المحرمة. بس انا ببقى محرجة من الرجالة اللي بتكون هناك والزحام، على ان انا مش متعودة اخلع النقاب خالص. قدامك حل من الاتنين. اول حاجة ان انت تلبسي الكمامة. الكمامة مش ممنوعة، تقدري تلبسيها اثناء فترة العمرة. ايه كمان متاح ليكي ان انت تلبسيه؟ عارفة طرحة زي اللي انت بتبقي لابساها سودة، ممكن تجوزيها او ممكن تسيبيها مفرد وترميها على راسك، هيبقى وشها كده وش قدام، طرحة على وشك قدام، والطرحة التانية على ظهرك من ورا. فانت كده يا دوبك بس كده حاجة، انت شايفة الكعبة من ورا الطرحة، يعني ما تجوزيش الطرحة طبقتين، خليها طبقة واحدة علشان تقدري تشوفي الكعبة، لان يعني النظر للكعبة عبادة، علشان ما تحرميش نفسك من النظر الى الكعبة، وان انت تتملي عينك منها. ده للناس اللي تكون محرجة، وعلشان الزحام وعشان الرجالة. حركة حلوة قوي شفتها هناك برضو، في اخوات عاملينها، بيلبسوا الكاب العادي اللي هو بتاع الرجال او بتاع النساء الحريم، اللي هو الكاب اللي بنلبسه في المصايف او احنا خارجين في الشمس، بتبقى لابسه الكاب، فبالتالي هو بيبقى مرفوع كده من عند الراس كده من قدام، بتلبسيه وبترمي عليه طرحه برضو، هي نفس الطرحه، بالتالي بتدي مسافه للنفس، وفي نفس الوقت بتدي مسافه ان انت تشوفي احسن. دي برضو كانت فكره حلوه، كانت بعض الاخوات عاملينها هناك وانا شفتها وعجبتني. انما كأنا ومراوضة عملت ايه؟ انا شلت النقاب خالص، مشيت من غير نقاب فترة العمرة فقط، فترة العمرة بس، ورجعت تاني في نهاية جبل المروة. كان الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا ان انا كنت كل مرة اعمل فيها العمرة بلاقي مجموعة من النساء واقفين عند نهاية جبل المروة بنقص اطراف شعر البعض، فانا كان معايا اصلا المقص في الشنطة والنقاب برضو في الشنطة، فكنت بحل العمرة بقص اطراف شعري واروح لابسة الكاب تاني، او عفوا اروح لابسة النقاب وانا واقفة في ساعتها، وبروح الفندق وانا لابسة النقاب.
فما فيش فيها مشكله خالص. ما تشيليش الهم وما تشغليش بالك. يعني اللي سالت السؤال ده ما سالتوش الا من العفه، وان هي عايزه تبقى مستوره، وان هي يعني وفي نفس الوقت عايزه ترضي ربنا برضو، وعايزه تعمل العمره كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا كده يا رب كده يرزقكم حج بيت الله الحرام والنظر إلى الكعبة عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم أمين. تاني سؤال معايا، وأعتقد برضو ده مهم جدا. انت طالعه عمره ان شاء الله، وطبعا هتعملي عمره لوالدتك لوالدك لحماكي، فالاخوات بينصحوكي وبيقولوا لك عادي تعملي عمره للكل وتقصي اطراف شعرك. حابه اقول لك ان كده ما ينفعش، ده مش شرع ربنا. شرع ربنا بيقول ايه؟ بتعملي عمره لنفسك انت الاول وبتحلي العمره، تمام، وبعد كده بتريحي، علشان كل عمره بتاخد منك مجهود ووقت. ده هي ما بتاخدش معايا ساعتين بس، انا عايزاكي لما تعملي العمره مش مجرد اماكن بتزوريها، لا، انت يعني مش طواف وسعي وهنا 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 وخلاص، لا انا كده خلصت، لا، عاوزاكي تتقني العمره، يعني تحسيها بقلبك وتبكي في كل مره بتعملي فيها العمره كانها اول مره، سواء بقى لوالدك لوالدتك. عاوزاكي وانت ماشيه كده في الطريق وبتدعي ليهم، يعني اللي انت عامله ليه العمره، او بتدعي لنفسك او بتدعي لاي حد، عندك خشوع وقلبك حاضر في كل مره بتعملي فيها العمره. يعني ما تروحيش تعملي، ما تفرحيش ان انت مثلا ما بكيتيش وانت ماشيه وانت بتطوفي حوالين الكعبه، ما تفرحيش ان انت ما بكيتيش، او ان انت مثلا كلمت فلان او كلمتي ولادك وانت بتوريهم الاماكن الجميله اللي انت فيها، وان انت قلبك ما حضرش وانت بتعملي العمره. فاهمه؟ دي مش حاجه كويسه. الكويس ان انت تبقي ماشيه في معايا مع ربنا سبحانه وتعالى لوحدك. علشان كده بقولك لما تيجي تعملي عمره لحد تاني ارتاحي، يعني خلصتي العمره مثلا النهارده، ارتاحي وخلي جسمك يرتاح ونامي كويس، واصحي بقى مثلا تاني يوم او تالت يوم مثلا ابداي اعملي العمره لوالدتك لو هي مش قادره تيجي خالص وعندها مرض مزمن لا قدر الله، او متوفيه، او اي شيء يعني. فلما تعملي العمره لحد تاني هتروحي مسجد السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهتحرمي من هناك، وبعد الاحرام هتلبي، وانت هناك هتقولي لبيك اللهم عمره عن امي، وتقولي اسمها فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن هنا بقى انت بقيتي محرمه، لو لابسه النقاب هتقلعيه زي ما عملتي لنفسك بالظبط. ما تقوليش لا دي عمره مش ليا او كده، لا، كانها عمره ليكي بالظبط، في الخشوع وفي لبس النقاب وفي كل شيء، وفي المحظورات بتاعتها وفي كل شيء، هي كأنها ما هي عمرة، كأنها ليكي تماما. وبعد كده بتمشي بقى في التلبية لبيك اللهم لبيك. الغرض من التلبية ان انت برضو بتستحضري قلبك، تستحضري كده كل جوارحك يبقوا معاكي في العمرة، ولا تسيبي عقلك يفكر في عيل، ولا تسيبي قلبك مثلا يكلك على حد من ولادك انت سايباه، ولا بصي خليكي كده المشوار خالص لوجه الله، علشان تنعمي وتفوزي باستجابة دعائك وتقبل عمرتك، وترجعي كده من هناك مجبورة الخاطر، وكل شيء حلمتي بيه وكل شيء دعيتي بيه ربنا سبحانه وتعالى ربنا ان شاء الله يستجيب منك ان شاء الله، ويرجعك مجبورة الخاطر. فبالله عليكي ما تضيعيش ال10 ايام او ال15 يوم او ال20 يوم او الشهر او ال3 ايام او 4 ايام نكتروا او قلوا، ما تضيعهمش من ايدك، وحافظي عليهم. وهتخلصي مناسك العمرة وهتحلي شعرك، هتقصي اطراف شعرك عند نهاية جبل المروة ما يعادل عقلة صباع، مش هتقصي كتير. احنا اصلا في العادي بيقولك مش عارفه في الشهر العربي او بتقص اطراف شعرك، فالطبيعي اصلا احنا بنقصه، انما ما ينفعش تعملي عمره لكذا حد وتقصي مره واحده.